السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي كده خبر عايز اتكلم فيه. سمعت طبعا من شوية جالي كده خبر وقريت كلام ان مرتضى منصور ممكن ياخد حكم بعد ما المحكمة رفضت انها تبص له يعني تبص في شكواه، فطلع راح للدرجة الاعلى. فالمهم ان ممكن يجيله حكم بتأييد اللاعبين، وساعتها اتحاد الكورة هيطلع يأيد اللاعبين ويقول لك انا والله بمتثل لحكم القضاء، واللي عنده حاجة يقدر يروح للفيفا. الكلام ده بدأ ينتشر وبدأ يكون ليه أصداء كتيرة جدا. الكلام ده لو حصل هتبقى كارثة ومصيبة سودة، ويبقى تدخل حكومي ويبقى أحكام قضاء وحاجات غريبة، في عز إن ده ممكن يعني يوقف النشاط الرياضي في مصر على بأقل أقل حاجة. وكمان ممكن يكون سبب في شطب نادي الزمالك نفسه. ليه؟ لان اصلا من احكام الفيفا ان لو النادي معين راح للقضاء المحلي دون الرجوع للفيفا، فده بيتم شطبه، او مش شطبه، بيتم على طول عقابه، انه بيتم شطبه من الرياضة المصرية، وكل اللاعبين اللي فيه توزع على الأندية سواء خارجيا أو محليا. فده عندنا في الشق الأول. تاني حاجة، لو هم عملوا كده وحد اشتكى وراح قال ان في تدخل حكومي وان هم بيمشوا تبع احكام القضاء من غير ما يشتكوا للفيفا، ده في حد ذاته تدخل حكومي. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ مين بيوصلنا لهذا الحال؟ مين فيها لخ فيها؟ هذا المرتضى منصور. طب انت عايز ايه يا مرتضى؟ انت عايز ايه؟ انت بتداري على فشلك وبتداري على فضايحك اللي انت قاعد بتعملها، وكل مره بدات تطلع تاني وتقول لك انا مش عايز اطلع عشان العمال ما قبضوش، ومش عارف اخش النادي عشان العمال ما قبضوش، مش عشان اقول لك اخرس واقعد في البيت. لا، انت لازم تطلع كده عشان العمال هيخرجوا عشان يعملوا مظاهرات وبتاع. طب انت لحد امتى هتفضل لاوي دراع الدوله المصريه؟ اذا كنت انت اكبر من الدوله المصريه قول لنا، نخليك انت رئيس يا عم وخلاص بقى. نخليك انت رئيس وخلاص، وتبقى ممشينا كده بالبلطجة على خلق الله اللي حوالينا. طب ايه طيب؟ ايه طيب يا دولة؟ ايه طيب يا دولة؟ انتوا عايزين ايه يعني؟ واحد رايح عامل سيناريو اهبل، ورايح اتحاد الكورة الساعة 11 بالليل عشان يقول لك هيتقيدوا لي العماد، اعمل لك كارثة. ايوه يا سيادة اللواء، يا سيادة اللواء، هتحصل مصيبة سودة، هتحصل كارثة سودة. وايه داخل الكارثة السودة؟ ما انت اللي فاشل يا مرتضى. انت اللي فاشل. انت اللي فاشل يا مرتضى. انت لو عايز تحل يا مرتضى كنت رحت مثلا الساعه 7، كنت رحت الساعه 6، واشمعنى الساعه 11 يا مرتضى؟ يعني مش عايز تجيب الفشل من عندك؟ انا رايح تأيد لعيبتك الساعه 11، هنقول لا اصل استنى لاخر وقت عشان يبقى معايا الفلوس. ما انت رايح تشحت تقول لهم مش معايا فلوس وهديكم من الشركه الراعي. طب ما اروحش الساعه 7 8 9 ليه؟ ما رحتش قبلها بيومين 3 ليه؟ طيب عارف ليه؟ عشان كان يقول لك يا باشا والله قدامك فتره روح هات لنا 10 مليون وتعالى. انما انت كنت عايز تسمع كلمه 10 مليون، وانا اجيب لكم 10 مليون مين في نص ساعه؟ وايه اللي خلاها نص ساعه؟ ما انت اللي خليتها نص ساعه. داخل تفتش وتفتح حمامات، رايح تعمل البلطجه بتاعتك والشو، بتلبسهم القضيه، بترمي الكوره في ملعبهم. انا جيت لكم بس جيت لكم 11 ونص. ما احنا لو اتحاد كوره محترم كنا قلنا والله يا جماعه احنا اخر ميعاد عندنا الساعه كذا. انما مقعدينهم لحد الساعه 12 بالليل. دوله ايه دي؟ دولة ايه اللي واحد يخرج من اتحاد الكرة الساعة 3 بالليل؟ ده ايه ده؟ ورايح ترفع لي دعوة بتشتكي فيها جمال علام، بتشتكي فيها جمال علام، وبتبقى رئيس اتحاد الكورة، وبتشتكي فيها وليد العطار اللي قاعد يقول لك ماشي وحاضر، وتشرب ايه سيادة المستشار، وانت تقول له انت بجسمك التخين ده، تفضل تتريق عليه وتنمر عليه في مكتبه، وهو ما يتكلمش ولا يفتح بقه معاك، وبعد كده يقول لك اصل انا هلحقهم بقى قبل ما ينزلوا البيان. هي دي الرياضة في مصر؟ هي دي الرياضه في مصر؟ ده اللي انتوا عايزينه؟ مش فاهم. والتاني يقول لك ايه؟ عضو مجلس، عضو اتحاد الكوره، يقول لك ما كهربا كان هيتعاقب يا سياده المستشار، كهربا كان هيتعاقب بس انت اللي رفضت تيجي. وانت عرفت منين ان هو كان هيتعاقب؟ هو انت حضرتك في لجنه الانضباط؟ هو حضرتك المستشار في لجنه الانضباط يا فندم؟ عرفت منين ان هو هيتعاقب؟ عرفت الحكم منين؟ وليه ربطت عقوبته بحضور مرتضى من عدمه؟ هو انتوا بتجيبوها عشان الراجل جالنا، ولا تعملي زي علاء ميلد اللي كل شويه ايه يا جدعان ما تأيدوا له العيال، الراجل جالكم بنفسه، يا جدعان ما تأيدوا له العيال، الراجل جالكم بنفسه. الله، هي بالحضور؟
الى متى تدار الرياضه المصريه بهذا الكم من العته؟ ويكلم سياده الوزير وسياده الوزير يكلمهم، وانا والله ماليش دخل، وانا والله هتصرف لك فيهم. وسياده اللواء بتكلم مين؟ سياده اللواء بتكلم مين؟ سياده اللواء. ايوه يا سياده اللواء، انا قاعد في المكتب كلم وزير الرياضه مش عارف ايه. مين اللواء يعني؟ عايز تفهمنا مين يعني؟ اللي هو مين يعني؟ هو مش بقى فريق؟ مش كامل الوزير ده بقى فريق؟ بقى لواء؟ رجع تاني لواء ولا ايه ظروفه؟ ولا انت بتقول له لواء كامل الوزير يعني؟ ولا ده كامل الوزير؟ ولا انت مفيش حد على التليفون وبتترسم؟ ولا انت بتعمل ايه يا مرتضى؟ الرياضه المصريه فيها فشل. حضرتك وزير رياضه فاشل، حضرتك اتحاد كوره فاشل، حضراتكم ما عندكوش صرامه ولا بتضيعوا كرامه الكوره المصريه. عندكم فريق بيتكلموا عنه الناس كلها بره وقاعد بيشرف مصر، وانتوا قاعدين هنا بتخربوها. وسبب اساسي من اللي حصل امبارح وهزيمتنا من ريال مدريد هو انتوا مفيش دولارات. وايه اللي مفيش دولارات؟ ده ايه الفشل ده؟ ده ايه الفشل ده؟ لحد امتى يعني؟ زهقنا، زهقنا. سيبناكوا تجعجعوا وسيبناكوا احنا مشغولين بفريقنا اللي بيلعب في كاس العالم، والحمد لله، ونحمد ربنا الحمد لله على الخساره من ريال مدريد وزي الفل، وده اتكلمنا فيه وهنتكلم فيه. احنا بنشجع فريقنا، بس لحد امتى هنفضل كل ما نغفل عنكم تلاقيكوا قاعدين بتهبلوا وبتهببوا في الدنيا كده؟ ما تحترموا يا جدعان، يا تعملوا رياضه حلوه في مصر، يا تلغوا النشاط ونلعب بلي. نلعب بلي، مالها البلي؟ حلوه البلي. يا عالم يا مستفزه.